انا عايشه مع حماتي في نفس البيت، واول ما بصحى من نومي بنزل لها على طول، هي في الدور اللي تحتيه وانا في الدور اللي فوقيها. واول ما بصحى بنزل لها على طول، بعمل لها كل شيء، بفطرها واغسل لها هدومها واغسل لها مواعين، وبعمل كل شيء اللي ربنا يقدرني عليه بعمله. ومش بس كده، بطلع اجيب لها كل حاجه من بره كمان. وكمان اللي هي بقى اللي زاد وغطى، ان هي عايزاني لما بناتها المتجوزين يجوا اخدمهم هم وجوازهم كمان. اهو ده اللي ناقص، وانا بجد انا مش عارفه اعمل ايه. انا تعبانه اصلا، انا بخدمها وبخدم جوزي وعيالي بالعافيه. انا اصلا ما فيهاش صحه ده كله. وبعدين هم مش واخديني خدامه عندهم عشان خاطر اخدم عيالها لما يجوا وجوازهم والكلام ده كله. لا، انا بخدم حماتي بالعافيه علشان هي مامة جوزي، وانها ست كبيره وعايشه معايا بس. وانا مش مطالب مني ان انا اخدم عيالها لما يجوا. مش هي مامتهم، المفروض هم يخدموها، صح ولا لا؟ صح يا حبيبه قلبي، وانا هرد عليك. اولا كده انت تعمليها بفزلكه. يعني ايه بفزلكه؟ يعني ما تعملهاش بغشوميه. انت مش عايز تخدميهم، وما ينفعش اصلا تخدميهم، ومش من حقك تخدميهم اصلا، ومش من حقهم ان هم يستنوا ان انت تخدميهم. هم يجوا يخدموا مامتهم، صح زي ما انت قلتي، يجوا يخدموا مامتهم في اليوم اللي هم قاعدين فيه معاها. لا، انت تعمليها فزلكه بقى، واول ما يجوا هم: ايه ده يا لهوي، ده انا دخت مره واحده مش قادره. وتروحي قاعده بقى على اي كرسي قبلك، اول كرسي قبلك تروحي قاعده عليه. دي حاجه. تاني حاجه، عملتي المره دي كده ماشي. تاني مره بقى اول ما يجوا: ايه ده، ايه تعملي نفسك بتتكلمي في التليفون، ماما تعبانه دلوقتي. وتروحي طالعه جري على بيت مامتك، تقعدي معاها تقضي معاها اليوم، وبعد كده ترجعي. تالت مرة بقى ما تنزليش اصلا من شقتك، اليوم اللي تبقى عارفة ان هما جايين فيه ما تنزليش من شقتك. ايه ده انا تعبانة خالص يا ماما، انا هنزل اعملك كل حاجتك اللي انت عايزاه، وبعد كده انا هطلع فوق علشان انا تعبانة خالص. وتروحي طالعة بقى شقتك، او ما تنزليش اصلا منها اليوم ده كله، وتفضلي قاعدة طول النهار فوق لما هما يحسوا على دمهم. وبعد كده ايه، علميهم الادب بالراحة. انما اللي هما فيه ده لا. فين اللايكات يا جماعة؟ انما مش لازم تقولي لهم كده في وشكم: لا انا مش هخدمكم، وانتوا مش من حق ان انا اخدمكم والكلام ده كله. لا، بمواقف كده، حاجات ايه بسيطه هتعرفيهم ان انت مش خدامه عندهم. بس كده، ديكي بتخلعي بكل شياكه. ولو حماتك فكرت كده في يوم من الايام انها تشتكيكي لجوزك مثلا، او انها تقول له انها ما بتنزلش تخدم بناتي والكلام ده، قولي له: انا ليه يا حبيبي، ده انا كان على عيني والله، اسال ماما، ده انا كنت بعمل لهم الحلو كله، بس انا تعبانه. اخدمهم ازاي وانا تعبانه؟ هو انا يعني قادره؟ ده انا بخدم ماما بالعافيه. وتساويكي كده بس بكل النبره الشتويه.